معكم حبايب اني ويتوني. اليوم راح نسوي مفاجأة إليكم وعلى مصطفى. طبعا اني حامل، مصطفى ما يدري ويمكن ما يريد طفلة. طبعا مصطفى ما يدري وما يريد طفل، واني كلش خايفة. صار اسبوع انا ادري وهو ما يدري، انا اخاف اقول. طبعا مصطفى هسه مو بالبيت، تعالى وبعد شوي يجي. تعال شوفوا شنو سويت. يتوني جاي العب بالموبايل على مود اني اقدر صور. وشوفوا كيكة، اشتريت كيكة وباتن كيكة خليته سونار وتحليل مال حامل. اني ويتوني قاعدة هنا على مود انتظر مصطفى. شوفوا وين بيم دبليو جاي انتظر مصطفى بعد ماكو. 2000 years later. وين بابي؟ يلا لبسي نال وين رايح؟ وقف يلا لبسي بس شوفوا خير. عندك الخبر؟ جاي تصورين خير؟ ايه جاي تصورين؟ عندك شي؟ عندي شي لك. اوف شنو رايكم؟ فوق جاهز لو لا؟ لساني صراحة ما جاهزة. توني تعال بالبيت. كانت لها الوسخ لازم اغسلها. اي هذا بعدين. نروح نغسلها؟ اي بعدين تعال. انا اذا مقلب وهاي السوالف تافهه ترى تعبان ما يخلص. ماكو شي. دا اي شوف حضرتك. شنو؟ شوف حضرتك. رايح كيكه. شنو شنو هاي كيكه؟ كيكة يعني مو كل يوم، لا عيد رجل، لا عيد خام، لا عيد عيد ام اليوم. عيد الام؟ اي واو شوفوا حركات مال ابو ومال ابن نفس الشيء. تعالي توني كلمة الكيكه خلها اتاكد منها ما فيها شيء. بعدين ترخون بالتواليت. شاور الجيم مالي خلق. سولفي. شنو صار فيه؟ احكي لي بالنظيف، طلعي لي. شنو؟ سولفي شو صاير؟ عندي مفاجأة لك. شنو هي؟ هسه لازم راح اجيب سكينة وراح اضوق كيكة. عبر راح بتشيني. لا يلا. والله تعبان، يلا تعالي. اي تعبان مال كيكة. وين السكاكين؟ هذا كبيرة. ايه؟ اي مال لحم. بعدين السكاكين كلها هنا. اي غير وسخات. تعالي طلعي هنا، هاي شلون راح اقصها هيك؟ هيجي هاك يلا. ده قصي وياكلي. هو هذا. اي هاكي توني، تعالي توني. توني يموت على هاي سوالف. توني طيب. ايه طيبة. حلو. اكلي بعض يعني لازم اكل خواي. ماما طيب يا يما ما في. شوفوا وش مبين. شنو اللي مبينه؟ لين نظام هنا. ده قصي. اثنين. احكي لي وين؟ هنا كلش طيبة.
احنا كلش طيبة ماكو إيه. شي. شلون؟ والله ماكو شي. شلون ماكو شي؟ انت ما يقدر قصي زين يعني كبيرة. هلو احكي لي نظام حبيبي. ها ها شنو ها؟ هاي شنو هاي؟ اكلي. زين شنو؟ شنو هاي طعمها؟ ترى انت ياكل منها تدري؟ اي يعني ماكو شي. ماكو شي. خلنا اغسل. يا ستار يا ربي. شنو؟ والله خاف من مقالبك. ليش؟ يعني مو هواي مقالب سويت لك. يلا افتح. انا صبر. شدتها شايفها شدت عجوز. لا شلون؟ حسيتوني راح كمل كيكة. زيت ياكل تريد. اللي منهز قبل ما افتح شي زين لو مو زين؟ دا افتح؟ بس قولي لي شي زين لو مو زين قبل ما دا افتح يعني شو والله ما ادري. انا اكيد راح افتح بس قولي لي شي زين لو مو زين. شو ما ادري نص ونص 50 و50. بسم الله. لا اله الا الله استغفر الله العظيم. ليش الخاك؟ استغفر الله. صدق انا تشوقين علي شو القرآن يقول مقلب. لا هذا مو مقلب. عشرة اثنين مسوي الفحص. اي هسه اليوم ايش قد اليوم؟ اليوم 19. شنو 19 بالشهر. والله ما ادري. صار له فوق الاسبوع يعني تدرين. اي لا شلون راح قلت لك؟ ايش قد عمره؟ عمره ايه يعني تقريبا 2 شهر. صلوات على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلون المفاجئ؟ لا اله الا الله. بعدين يعني ممكن عقلك ما راح يصير عندنا اثنين مثل ايتن. راح سنين نفليتن. بس ما ادري شفت يسوي. تاكل كيكه. يعني ايتن احنا متحملين نتحمل واحد ثاني؟ لا شو راح يسوي؟ استغفر الله يا الله. اقسم بالله شخطت. اقسم بالله احس نفسي صرت هيك شيء مخبل ضارب هيك عقلي شخاط. شنو انت حامل لو اني؟ استغفر الله. مبروك. ما يبكي. والله لو بدي ابكي. الله يسعدك. بالمناسبة ابدا ما كنا ناويين نسوي طفل، يعني ابد ما ببالنا نسوي طفل. ولا ناويين يعني منا ل3 سنوات 4 احنا ما نريد طفل، لا انا ولا هي. حسدك. يعني هسه هاي الخبر جاني هيك راجع على الوجه. خروب. سو اكيد كل اللي يجي من الله هلا بيه. أوه. المشكلة ما متجهزين للطفل، واحنا دائما نسافر، يعني ما نبقى بمكان واحد يوميا، نسافر هيك شيء، فمن يجي الطفل راح يعني يعيق الحركة كلش بشكل مو طبيعي. فلذلك انه احنا بعدنا ما متجهزين، لان انا بعدني ما اعرف راح استقر بروسيا، راح اكمل باقي حياتي بروسيا بالعراق، كنا ناويين نسافر على دبي. ف اذا يجي طفل ثاني فعلى الاكثر يعني راح تصير العرقلات اكثر وما اعرف. شن هذا السبح بالكيك.
اللي راح يسأل يقول انت فرحان، راح اقول لكم لا والله جديات مو فرحان. لان يعني ما منتظر، شلون نقول، ما مجهزين للطفل. لان انا ايثن بالبدايه، ايثن ما كنا رايدينه صراحه، همنا يعني صارت صدفه. هسه واحد ثاني. امي تدري؟ شنو؟ امي لا شلون؟ ولا واحد يدري؟ وامك مفاجئ. سهله مفاجاه. لا اله الا الله. ايش قد عمره؟ قلت لك سنين. شو اسمه؟ شهر. شهرين؟ اي. السلام عليكم حبايب. خاف احد راح يضوج من يمي او يحكي عليه بالتعليقات يقول العالم تتمنى طفل وما ادري شنو وانت متعافي. لا مو متعافي الحمد لله والشكر، كل اللي يجي من الله هلا بيه. بس والله قلت لكم لين يعني احنا ما متحضرين للطفل، وهذا الخبر يعني جاني شيء صدمه. شايف انه اكو واحد يجيك يدرج لك بالفكره لحد ما يوصل لك اياها شويه شويه. هي طلعت العينتين تعرف بالموضوع صار لها 10 ايام تقريبا وما قالت لي، او كذلك ما حد يدري، لا أهلي ولا أهلها، وما متجهزين لهذا الموضوع. وقريبا عندنا سفر وكانت عندي يعني هواي خطط، فهواي شغلات راح تتغير على مود هذا الطفل. بس أكيد كل الهلا بيه، وقلت لكم مرة المليون اللي يجي من الله كل الهلا بيه، واللي يجي من علي هذه. ايش دا تسوي؟ No. شنو شنو الناو؟ زين تريد اخ ولا تريد اخت؟ تريد ولد لو تريد بنيه؟ تريد ولد لو تريد بنيه؟ ها؟ طبعا بنية. تريد بنيه؟ اي. انا اريد لا اخ وولد. ليش؟ ها؟ لا بنية شلون؟ بنيه؟ انا مدي يصيرون ولد وبنيه؟ شوف يعني احسن. انا راح اعيش ويا 3 ولد واخدي. اي طبعا. طبعا هاي اللحظه وصلنا لنهايه هذا الفلوج، ما ادري مقلب، ما ادري مفاجاه، والله ما اعرف شو اسميه. ان شاء الله يكون عجبكم، ودعواتكم انه يجي الطفل بصحه وسلامه. واكيد الايام الجايه راح تشبعون فلوجات تحضيرات مال بيبي وصرف فلوس وتجهيزات للطفل. ليش بعد ما راح صفر فلوس يعني على مود شنو على مود شنو؟ والملابس والكاروك والغراض والهاي. بس لو تجي ولد عندنا ملابس. ما يصير، لازم جديدات. تريد تعطي الملابس مال ايتن الاقتصاديه. فان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، لا تنسونا لايك، سبسكرايب وتفعيل الجرس على مود نستمر ان شاء الله بالفيديوهات الجايه، وراح تكون اشياء كلش قويه. بالمناسبه اختاروا لنا اسم للطفل، خلونا اياه بالتعليقات، خلينا نشوف ايش راح، اذا ولد ايش راح نسميه واذا بنيه ايش راح نسميها. باي باي.